السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ومرحبا بكم ايضا على القناه. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في صحه جيده يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم جديد صابلي بريستيج بعجينه مختلفه، ماشي بحال اللي ديجا كنبارطاجي معكم. وايضا حشوات مختلفه كيجيو رائعين وراقيين، والمذاق ديالهم ولا اروع، خطيرين بمعنى الكلمه. صراحة أنا أكيدة لما غادي تجربوهم إن شاء الله غادي يعجبوكم. المهم بلا ما نطول عليكم إن شاء الله ندوزو المقادير وطريقة التحضير. أول حاجة عندي 150 غرام ديال الزبدة، ضروري تكون سبيسيال وتكون لينة. عندي 100 غرام ديال السكر كلاصي، قشور ديال حامضة وبيضة. وبالنسبه للطحين عندي 300 غرام. بالنسبه لهاد المقادير كلهم البنات بالعبار. هنا البنات عندي النعناع، يعني النعناع خديت غير دوك العريشات، الوريقات ديال النعناع غسلتهم مزيان ونشفتهم وطحنتهم مع 2 معالق ديال السكر كلاصي. يعني كطحنهم مزيان حتى كيخرج لكم هذاك النعناع العصاره ديالو، كيولي بحال شكل ديال واحد بات، فهمتوني؟ صافي. وهاد النعناع مع السكر كلاصي هو اللي غادي نخلطوا به هاد الصابلي ديالنا، غادي يعطينا واحد المذاق خطير بمعنى الكلمه. المهم بالنسبه للمقادير ان شاء الله كلهم غتلقاوهم في صندوق الوصف. وهنا عندي واحد القبيصه ديال الملحه، وغادي نبسبس كلشي مزيان. كيف قلت لكم البنات في الاول، الطريقه ديال الصابلي ماشي بحال الصابلي اللي ديجا مشاركه معكم، هذه طريقه جديده صراحه. بالنسبه هاد الوصفه هذه خديتها من قناه فدوى، ما شاء الله عليها، وصفاتها توب دو توب. وقلت علاش لا ما نعاودش نبارطاجي معكم هاد الوصفه، لانها غزاله ونتيجه خطيره بمعنى الكلمه. المهم من بعد ما كنبسبس كل شيء، يعني الزبده مع السكر مع الطحين مع الحامض مع القبصه ديال الملحه، يعني غير النواشف بوحدهم كنبسبسهم مزيان. وغادي نضيف هذيك البيضه، بيضه واحده، كنخلط هكا كلشي. البنات هنا الخليط غادي يجيكم بحال مرخي، بحال باقي كيتلصق. خليوه كيف ما هو، ما تزيدوش عليه الطحين ولا تقولوا راه باقي كيلصق لينا في يدينا ونزيدوا الطحين، لا، خليوه كيف ما هو، راه هو كيجمع راسو. ولما كندخلها انا هاد العجينه هادي كنخليوها تستراح واحد نص ساعه حتى ساعه الا ربع في الكونجيل. يعني هذيك الزبده كتشد في راسها وكتولي عندنا قاصحه، يعني ما عندكم مناش تخافوا، ما تزيدوا لا طحين لا حتى شي حاجه، لان العبارات ان شاء الله كلهم غتلقاوهم في صندوق الوصف. المهم العجينه البنات هي هذه، غادي ندير ليها السلوفان ونحطها في الكونجيل. بالنسبه للعجينه ديال الشوكولا عندي 45 غرام ديال الطحين و35 غرام ديال الزبده تكون لينه. هنا عندي ملعقه كبيره ديال نيسكويك كبيره، ملعقه كبيره، وعندي 12 غرام ديال الكاكاو، وكاينه واحد القبيصه ديال الملح البنات راه غير ما بايناش. وهنا عندي 47 غرام ديال السكر كلاصي و25 غرام ديال البيض. وهنا اخر حاجه عندي 45 غرام ديال بودره النوازيت اولا بودره الكركاع. كيف العجينه الاولى غادي نخلطوا النواشف، يعني هذيك الزبده 35 غرام ديال الزبده مع 45 غرام ديال الطحين مع 47 غرام ديال السكر و45 غرام ديال بودره النوازيت اولا بودره الكركاع، شوفوا نتوما اللي بغيتو، والسكر كيف قلت لكم. المهم غادي نخلط هاد النواشف هادو بوحدهم، يعني كنبسبسهم، يعني ما كنعجنوش البنات، ما كندلكوش، باش ما يديفورماش لينا الحجم ديال الصابلي، كنأكد على هاد القضيه هادي. وبالنسبه للدقيق ضروري يكون نوعيه جيده. صافي. هنا من بعد ما كيتبسبس ليا الخليط على هاد الطريقه هادي، يعني ديك الزبده كنتاكد بانها دخلت ليا في جميع النواشف. هنا غادي نضيف داك 25 غرام ديال البيض، يعني مثلا كناخذ بيضه كنطربها كامله، يعني الصفر مع البيض، وكنحطها فوق الميزان وكنعبر هذيك 25 غرام ديال البيض. صافي. هنا عاوتاني الخليط راه غادي يجيكم يعني بحال شويه جاري. انا غادي ناخذ غير ملعقه كبيره ديال الطحين، غادي نحيد غير داكشي اللي بقى لاصق ليا في صباعي. صافي، يعني ما غاديش نضيف الطحين بصفه نهائيه، يعني هذيك الملعقه غتزيدوها غير باش تحيدوا داكشي اللي لاصق لكم في يديكم. حتى هي غادي نحطها في السلوفان ونخليها واحد ساعه الا ربع حتى من ساعه في الكونجيلاتور عاد باش نخدموا بها ان شاء الله.
هنا البنات غندوز معاكم لي غاناش. عندي 200 غرام ديال عفوا 60 غرام ديال الكريم فريش، عندي 120 غرام ديال الشوكولا بالحليب، 20 غرام ديال البراليني، و20 غرام ديال الزبده نوع جيد. صافي. هذيك 120 غرام، هذيك 60 غرام ديال الكريم فريش غادي نسخنها فوق البوطه حتى كتسخن ليا، وغادي نضيف عليها 120 غرام ديال الشوكولا بالحليب، يعني شوكولا من نوعيه جيده. هكا كنهبطها هكا واحد شويه، غير واحد دقيقه هكا باش كتذوب مع هذيك الكريمه اللي ديجا كيف قلت لكم راها سخونه. وكنخلط هكا مزيان مزيان. من بعد ما كنخلط كنزيد هذيك 20 غرام ديال البخاليني، غادي نضيفها على داك الشوكولا وغادي نخلط كلشي مزيان. منين غادي ينسجم ليا هذاك البخاليني غادي نضيف هذيك 20 غرام ديال الزبده تكون لينه، يعني من درجه حراره المطبخ. هذيك الزبده كتعطينا واحد لابغيونس في هذا الكاناش هذا. البنات واحد القضيه اللي غادي نقول لكم عليها بالنسبه لهاد لي كاناش، تا طيبوا الصابليات ديالكم عاد حضروا هاد لي كاناش لانهم راه دغيا كيجمدوا. صافي. لا الكاناش اللي غادي نشارك معكم ديال شوكولا بيضه، ولا هاد الكاناش ديال شوكولا بالحليب. صافي. من بعد ما غادي ينسجم ليا كلشي على هاد الطريقه هذه، كنحصل على هاد القوام، غادي نديرهم في واحد الزليفه ونحطهم جانبا. راه دغيا كيعقدوا وكيجمعوا بلا ما ندخلوهم الثلاجه. الا كان الحال بارد، الا كان الحال سخون البنات دخلوه للثلاجه يشد فراسو، وهذيك الساعه غادي نزينوا به لي صابلي ديالنا. بالنسبه للكناش البيض عندي 200 غرام ديال الشوكولا غيش، يعني نوعيه جيده، 50 غرام ديال الزبده، يعني زبده حتى هي تكون لينه، يعني من درجه حراره المطبخ. هاد الشوكولا مع الزبده غادي نحطهم فوق حمام مائي، يعني غادي نديروا واحد زلافه فيها الماء حتى كطلع لنا فيه الغليه، وكنضيفوا كنحطوا فوق منه هاد الكاسرونه هادي. كنبقاو نحركوا، ما نخليوش بزاف، نحركوا حتى كيذوب لنا داك الشوكولاط مع الزبده وكنحيدوه. هنا غادي نضيف قشور ديال الحامضه، يعني واحد نصف ملعقه صغيره ديال قشوره الحامض. غادي يبان لنا الخليط كانه راه خسر، هو راه ما خسر ما حتى شي حاجه، غير بقاو استمروا يعني في التحراك. هنا غادي ندير عصير ديال نصف حامضه، عصير ديال نصف حامضه، وغادي نخلط كلشي مزيان. هنا كيف قلت لكم الخليط غادي يبان لكم راه خسر، ما تخافوا ما حتى شي حاجه. هنا ناخذ واحد ميكسور بلونجون، هو باش غادي نحرك هاد الكاناش ديالي. راه اين فوا غتبداو تخلطوا صافي غادي يجمع راسو، غادي يجي عندك غادي يولي واحد القوام كريمي. هنا غادي ندير واحد شويه بحال قبصه ولا قل من القبصه ديال الملح. درت ملون غذائي خضر. مادام حنا دايرين هذاك الصابلي اللي بالنعناع وطلق لينا شويه ديال الخضوريه، حتى هاد الكناش غادي نديروه شويه خضيضر هكا بحال شكل بيستاش بارد، باش كيجي كلشي عاطي مع بعضياته. حتى هو غادي نحطو على جنب حتى يبرد ليا ونمونطيو به ان شاء الله لي صابلي ديالنا. المهم البنات من بعد ما جمد ليا اولا بردت ليا هذيك العجينه ديال الصابلي، كنطلقوه عادي بحال اللي كنطلقوا لي صابلي ديالنا عاديين. غير هو واحد القضيه، هنا انا غادي ندير العجينه رقيقه لان في الفران غتنفخ واحد شويه، يعني ماشي بزاف، ولكن المهم حاولوا ترقوا لي صابلي ديالكم. الا كنتو غديروه يعني غير حبه وحده غديروه شويه غليظ. صافي. هنا من بعد ما كنسرحوا غادي نطبعوه، يعني غير بطابع دائري سامبل. وغادي نطبع واحد القضيه البنات نقولها لكم. الا العجينه حسيتوا بها بحال تلقات وغادي تبقى ديفورما لكم في يديكم، غادي تشدوها. انا في العجينه السوداء ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش ديروا ليها. غادي تهزوها ديروها في شي حاجه ودخلوها الكونجيل حتى كتجمد كتشد راسها، عاد كتهزوها وتحطوها في اللاطه بكل سهوله، ما كديفورما ما حتى شي حاجه. صافي. المهم هنا كنبدا نهز ونحط. راكم شفتوا البنات العجينه كيف هي راها رقيقه، هي نورمالمون خاصها تكون بحال هكا يعني رقيقه باش كتجي هكا في الديكور ديالها زوين. صافي. هنا البنات عندي درت حتى العجينه ديال الشوكولا، حتى هي غادي نسرحها يعني بنفس الطريقه، يعني كيف ما كتسرحوا لي صابلي ديالكم، يعني طريقه اللي هي يعني سهله. حتى هو غادي نديرو رقيق، يعني غادي نديرو حتى هو واحد فوق واحد كيف ما شفتوا البنات في الاول، وغادي نطبع بنفس الطابع على هاد الطريقه.
يعني حاولوا الطابع ديالكم ما تديوش وتجيبوه غير تحطوه صافي، باش هكا ما كيديفورماش لكم الحجم ديالو صافي. من بعد ما غادي نطبعو غادي نرجع عليه البلاستيكه، وغادي نحطوه في هاد عندي هادي اللي غادي تجيني في الكونجيل، ولا اي حاجه تدخل لكم الكونجيل ديروه فوق منها وحطوه في الكونجيل حتى كيجمد، وغير خرجوه وحطوه في اللاطه. هانتوما البنات شوفوا كل شيء عندي مقادر، انني درت هاد القضيه اللي قلت لكم. منين بدا كيطلق يعني والعجينه خفيفه بحال بدا حسيت بيه غادي ديفورما، وانا ندير هاد الطريقه. بالنسبه للفران كيكون ديجا سخون، كندخل له الصابلي ديالي وكنقص عليه بوطه مهيله حتى كياخذ الحق ديالو في الطياب. هذه قاعده دائما كنقولها لكم، عطيو الصابلي الحق في الطياب باش كيبقى لكم مده اطول مقرمش، والصراحه راه كيجي غزال غزال بمعنى الكلمه. المهم غادي ندوزو لا ديكوراسيون. عندي هاد السيليكون ديال الارابيسك البنات، راه ديجا مبارطاجياه معاكم في لي فيديو القدام الا رجعتو. هنا غادي نديكوري بالشوكولا. بالنسبه لنوعيه ديال الشوكولا البنات ديروا لاباطا غلاسي، اولا ديروا شوكولا من نوعيه جيده. مادام حنا صابلي دايرينو بزبده سبيسيال وفيه مقادير مزيانين، ما نخسروش بشوكولا عاديه، وانتم كيبقى الاختيار ديالكم. صافي هنا كنعمر هذوك الدوائر على هاد الطريقه هذه حتى غادي نكمل، وغادي ندير ايضا حتى الشوكولا البيضاء. بالنسبه للشوكولا السوداء غنخليها بحال هكاك. هاد الشوكولا البيضاء هي اللي غادي نضيف عليها البيستاش كونكاسي، لان لو صابلي ديالنا بحال غادي شويه الخضيضر، والكاناش حتى هو درنا فيه شويه الكولورون في الخضر. غادي نديرو لا فينيسيون ديال البيستاش هكا باش كتعطي واحد الجماليه وواحد لا ديكوراسيون غزاله لهاد لو صابلي ديالنا. البنات هنا الصابلين بعد ما طاب ليا كيجي غزال ومقرمش. هنا صراحه كنسطح حدايا، اما راه نسمعكم عرفتي واحد التقرميشه فيه غزاله بحال لا راني دايره سنيده البنات. يعني ما تخافوش من بانه هشيش، المهم جات ديك الهشوشيه مع القرمشه خطير بمعنى الكلمه. وهذا بالضبط البنات حاولوا ما طيبوش بزاف باش كيبقى فيه اللون، لان الا طاب وتحمر كيف ما مولفه كنوريكم لي صابلي اللي ديجا كنشارك معاكم كنعطيهم التحمار. هاد الخضيضر هذا حاولوا تخليوه شي شويه. هنا راه في الفيديو راه باين محمر، ولكن راه ما حمرتوش بزاف باش بقات فيه هذيك شويه الخضوريه ديال النعناع. واما المذاق ديال النعناع البنات راه ما نقولش لكم عليه، والله العظيم الا صراحه كنشكر من هذا المنبر كنشكر فدوى، الله يعطيها الصحه على هذه الوصفه هذه. وانا عاودتها بطريقتي، بدلت غير لا ديكوراسيون، وصراحه ما عندي ما نقول، والله غزال غزال غزال، تجربوه بعينكم مغمضين. المهم هنا كناخذ الكناش البنات، الكناش اللي ديجا حضرت معكم بشوكولا بيضاء هكا، وكندير هاد الدائره في الجناب. هنا واحد القضيه اللي زدتها انا من عندي، زدت كريمه ديال الحامض. الكريمه ديال الحامض اللي ديجا بارطاجيتها معكم في لي تارتوليت ملوزه، انا غادي نخلي لكم الرابط ان شاء الله في صندوق الوصف. بالنسبه للاخوات اللي بغاو حتى هما يزيدوا هاد الاضافه هادي، وكيبقى الاختيار ديالكم. المهم انا غادي نبقى على هاد الطريقه البنات، راه الفيديو شرح راسو براسو، ما بغيتش نبقى نطول عليكم في الهضره بزاف. يعني كلشي واضح. الكاناش كنديرو هكا في الجناب باش كيخرج ليا من جنيبات وكيجي مفيني، وكندير هذيك الكريمه ديال الحامض. صراحه رائع بزاف والله، الا لحقاش دقتو جاني خطير، يعني شي حاجه مغايره على كاع هذاك الشيء اللي ديجا انا مشاركه معاكم.
بالنسبه لا ديكوراسيون، خديت غير شويه الكاناج ولصقت هذاك الشوكولا اللي ديجا حضرنا مع بعضياتنا بالبيستاش. وهنا خديت البيستاش قطعته على النص وكنلصقو بشويه الجليكوز. انا راه حدايا الجليكوز كندوز هذيك البيستاش في الجليكوز وكنحطها هكا في جنيبات. وكيبقى الاختيار ديالكم، بامكانكم دوزو غير ديروا غير هذا البيستاش كونكاسي تا هو ديروه في الجناب. كيبقى اختياري، كل واحد لا فينيسيون اللي عجباتو يديرها. المهم شوفوا كيف كيجي صابلي، كيجي صراحه راقي والمذاق ولا اروع. المهم البنات انا غادي نكمل بهاد لا فينيسيون حتى نكمل ان شاء الله وندوز معكم الشكل ديال الشوكولا. بالنسبه للشكل ديال الشوكولا البنات انا حاولت نخليه سامبل. درت عليه غير شي شويه ديال الملمع ذهبي، درته في هذيك الشيته وهكا كنرش بصبعي. كنتمنى ان شاء الله تكون هذه الفكره يعني واضحه. كناخد غير الملمع وهكا كنديرو في الفخ في شي بانسو عندكم، وكتبقاو ترشوا هكا في الوجه ديال الشوكولا ديالكم. صافي هنا غادي ناخد صابلي حتى هو نفس لا ديكوراسيون ديال البيستاش. كندير هكا واحد الدائره، وبامكانكم ديروا اي حاجه كتعجبكم الوسط، شي كريمه القهوه ولا شي كريمه نتوما باش تبتكروها من راسكم. المهم انا ما كانش عندي صراحه الوقت ندير شي حاجه اخرى، صافي اكتفيت غير بهاد الكاناش هذا، وكندير هذاك الشوكولا الوسط على هاد الطريقه هذه. صافي غادي نعاود معكم واحده اخرى. كندوز هكا الكاناش في الجناب وكنحاول نقاد باش حتى هذاك الكاناش ما يجيش خارج ليا على الصابلي، يعني يجي مفيني يجي مقاد. صافي البنات كيف ما كتلاحظوا على هاد الطريقه، هانتوما البنات شوفوا كيف كيجي مقاد. يعني حاولوا تقادوا لا فينيسيون ديال صابلي ديالكم. المهم البنات انا نبقى على هاد الطريقه وندوزو ان شاء الله للشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال هاد لي صابلي اللي حضرت معكم اليوم. كنتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم. ومره اخرى ونعاودها كنشكر صراحه فدوى على هاد الوصفه الرائعه والراقيه، والمذاق مذاقات غزاله ديال النعناع ديال الشوكولا. مهم شي حاجه توب دو توب.
خدموهم الكليان ديالكم بصح مرت الوجه، اولا تحضروهم في هذا العيد الفطر، كيجيو رائعين وراقيين بمعنى الكلمه. كنشكركم بزاف على حسن المتابعه، شكرا بزاف على لي كومونتير الغزاله اللي كتخليوها ليا، شكرا كنشكركم بزاف بزاف. انتظروني ان شاء الله في فيديو قادم بحول الله.